السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو حال صحتكم؟ معكم عبد الله الزويد من الكفرة، مولود في الكفرة في حي السوسي. اللي عندي رسالة لوزارة وزارة التعليم. يا ريت نحصل منحة برا لليابان، بحكم عندي خبرة في التكتيكات العسكرية، وعندي خبرة في الملاكمة، وعندي خبرة في الذكاء الصناعي، وعندي خبرة في يعني تقريبا حرفيا عندي خبرة بكل شيء. يعني أنا مش متكبر، لكن يعني عندي شهادات الحمد لله. شهادة في اليونيسف، وشهادة في الذكاء الاصطناعي من جامعة هلسنكي، وعندي شهادة في من السويد. تمام. وعندي جواز سفر آخر طايح وقاعد نبي نجدد فيه، طلع مصرات الحمد لله. تماما. وعندي شهادة في اللغة الإنجليزية من معهد في سنت. طيب بس مؤسس تقريبا 3 شركات تحت الإنشاء، وعمري 21 سنة. لكن أنا ما فيش دعم لي، أنا قاعد في طرابلس الحمد لله مع صاحبي، وقصدي جو جميل ومستقبلني عنده، بدون أي يعني بدون أي يعني فلوس مش نقعد معاه. وعندي شهادة ثانوية 80% الحمد لله. لكن أنا نبي ندعم، نبي منحة، نبي نطلع برا اليابان، بحكم أنا العقلية اللي عندي دي تقريبا 2% عند الليبيين، وعندي خبرة عسكرية، ونبي أنا ما زلت طامع في التعليم، نبي نقرا برا، نبي نطور تعليمي برا باش نرجع. أنا مش قصة نبي نهاجر اليابان معناها نبي خلاص ما عادش نبي نجي، نبي نعدي ناخذ الثقافة اليابانية، وناخذ عندي لغة يابانية وعندي لغة إنجليزية لكن مكسرة شوية، لكن نبي نحسنها. ما زلت صغير، أنا من حقي الكلام ده ولا مش من حقي؟ فأنا نبي نقرا في اليابان بحكم ناخذ الثقافة اليابانية وننقلها في ليبيا. فهذا هدفي بس. فمش عارف أنا لو في حد من المسؤولين يقدر يوصل صوتي أو حاجة. والسلام عليكم.